مين عدي الدباغ؟ اللاعب اللي ارتبط اسمه الفترة الأخيرة بالنادي الأهلي، وإن إدارة النادي الأهلي بتفكر في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني في يناير، لأن إدارة النادي الأهلي شايفة التعاقد مع عدي الدباغ في ميزة إن هو مهاجم فلسطيني، فمش هيتحسب أجنبي على الفريق وهيتحسب لاعب محلي. نرجع بقى ونشوف مين عدي الدباغ. عدي الدباغ لاعب كرة قدم فلسطيني، عمره 24 سنة، بيلعب بالقدم اليسرى ومركزه مهاجم صريح. عدي لعب في العديد من الأندية وبدايته كانت في نادي فلسطيني اسمه هلال القدس، وسجل معاهم 40 هدف. ومن 2009 ل 2012 لف كده لفه على العديد من الانديه في الدوري الكويتي، من السلميه الى القادسيه الى اليرموك، واخرهم الى النادي العربي الكويتي، وبعدها احترف في الدوري البرتغالي في نادي اسمه اروكا. عدي لعب 17 مباراه، قدر يسجل 10 اهداف. ومن الدوري البرتغالي الى الدوري البلجيكي الى نادي اسمه رويان. اللاعب حاليا بيلعب في الدوري البلجيكي لكن ما بيشاركش بصفه اساسيه، لكن قدر في 4 مباريات يسجل 3 اهداف. بدايه كويسه جدا تعرفك قد ايه ان هو مهاجم قناص وبيخطف من انصاف الفرص. زي لعب حوالي من 180 مباراه، قدر يسجل 90 هدف. وانت بتتفرج على الفيديو وبتشوف اللقطات واهداف عدي الدباغ، اكيد لفت نظرك ان هو مهاجم جريء جدا على المرمى وبيسجل من اماكن مختلفه، وكمان اهم ما يميزه ان هو بيسجل بالراس، ودي نقطه ايجابيه جدا لعدي. ارقامه تكاد مش افضل حاجه، لكن فعليا المهاجم كويس. لكن انا كسمير لا بعترف بارقام ولا بفيديوهات ولا بلقطات، بعترف لما يجي النادي بتاعي ويقدم، لان احنا اتقرصنا قبل كده كتير من مهاجمين كتير كانت اهدافهم حلوه ولكن جم عندنا بطه بلد. الكومنتات هتبقى راضي عن صفقه عدي الدباغ ولا مش هتبقى راضي ومش موافق؟ لكن الميزه ان هو هيتحسب علينا لاعب محلي مش اجنبي.